السلام عليكم. رحلة جديدة إلى موسكو الجميلة في شهر 6 2025. راح أعطيكم معلومات جميلة وأشياء وايد تبون تعرفونها. طبعا أنا السيارة جتني من شركة المرزوقي. بحط لكم أكاونتهم والسوالف كلها راح تعرفونها إن شاء الله. جابوا لي BMW جميلة جدا وضبطوني بسعر وايد ممتاز في فندق عربات ستارز. وهذا الشاب أمير من صوبهم يعني جاب لي بطاقة السيم كارد. طبعا اشتغلت ثاني يوم لأنه يخلونهم 24 ساعة وتشتغل ثاني يوم. المهم كان في انترنت من أول يوم لكن المسجات ما توصل تعرفون عشان تستخدمون برنامج يندكس ما يندكس وهذه السوالف. هذا شارع عربات شارع جميل روعة، يمكن من أحلى الشوارع اللي أنا مريت فيها الصراحة. المطاعم موجودة، الدنيا جميلة. أخليكم مع الفيديو تشوفوا وانبسطوا. هنا مكتوب الصيف في موسكو باللغة العربية. من القوانين الجديدة عندهم في موسكو من شهر 1 تقريبا 2025 منعوا انه يعطون حق الناس بطايق السيم كارد. طلعت انك تطلع بطاقة سيم كارد هذا الشيء وايد صعب، لكن مع شركة المرزوقي طلعوا لي البطاقة. لكن بعدها بيوم فعلا كان السعر شوي غالي، يمكن كان ب 200 درهم او شيء من هذا القبيل، والله ما اتذكر. وبس خذت البطاقة لانك راح تحتاجها كذي ولا كذاك حق برنامج يندكس، برنامج وايد مهم. بحط لكم وصفة ان شاء الله في الفيديو. يلا في الكومنت قولوا لي شو اسم الشخصية هذه باللون الأزرق. ستاربكس في هذه الدولة اسمه ستار كوفي أو ستار كافيه. طبعا الأسعار أرخص بكثير من عنا، وتقريبا عندهم نفس الكوفيات الموجودة في ستاربكس. الزهور والأشجار راح تشوفونهم بكثرة في هذه الدولة، في كل مكان عندهم زراعة شيء مش طبيعي. وانت تتمشى في شارع عربات فجأة بتطالع هذه الأشكال والمجسمات الغريبة، وفجأة بتشوف لك دب يدور ويلعب ومعاه يهال يشيلهم ويلعب معاهم. شيء جميل ورائع الصراحة. مطعم سلطان برجر من المطاعم الجميلة اللي موجودة في شارع عربات. تقريبا الوجبة يكون سعرها تقريبا 50 أو 60 درهم، مش أكثر من كذي. Assalamu alaikum. My name is Adamat. Please welcome to Sultan Pizza and Burgers in downtown of Moscow. It's a crafted halal fast food from Kazakhstan, and our chef from the Mecca, from Saudi Arabia, Mr. Marco. Please welcome. If you are in Moscow, we'll be glad to see you. Okay, with whole team, fully halal brothers and sisters. وهنية الصدمة، صدمة كبيرة. اوكي. انا دقيقة. إن الكاميرا تلف معاه وتروح معاه تتحرك معاه وتلحقه.
كنت أتكلم لكم عن ياندكس جو اللي هو برنامج التكاسي. إذا ما عندك البرنامج وبعده ما اشتغل عندك، لا تركب أي تاكسي في موسكو لأن أسعارهم خيالية. حقت بشتري توني شوكلت، حذروني وقالوا لي ان هذا حلال وهذا حرام. هذا طلع عندهم حلال. براويكم الثاني اللي كنت ناوي اخذه حق البيت وكان كله عباره عن كونياك. المهم انه كان في كونياك او شيء من القبيل، فهم حذروني هذول اللي يشتغلون في المحل قالوا لي هذا حلال وهذا حرام. برنامج جوجل ترانزليت هذا تقدر تنزله بالصورة تصور يغير لك اللغة من اللغة الروسية للغة العربية. وتقدر تنزل أيضا برنامج ياندكس ترانزليت بيفيدك كثير. جمال الورود والأزهار في هذه الدولة شيء غريب، يعني الألوان هذه أنا أول مرة أشوفها في حياتي. ألوان غريبة، يعني نحن ما توقعت أن في ألوان بهذا الشكل. شيء خيالي عجيب جميل، لو تشوفه بعد بالعين المجردة يا الله شيء خطير. ايه بكامل هاي العده. ليش؟ لانه مطر، جميله وجو جميل. متنوعة من المطاعم في مول أفي. هذا المطعم شكله كنتاكي، هني برجر كينج. في مطاعم إسلامية كثيرة، مطاعم حلال، وفي مطعم حط لكم إياه في النهاية يسوي وجبة الخشبوري اللذيذة جدا جدا جدا. وآخر محل صورته في هذا الكليب. هذا مطعم تركي حلال، هذا هو المطعم اللي يسوي الخشبوري. الخشبوري أكلة جميلة لذيذة جدا. هذه اللي في النص شوفوها، أيوة. وقررنا نجلس في هذا الكوفي الجميل الغريب اللي شكله فيه حيوية جميلة جدا بسبة الأشجار اللي موجودة فيه. طبعا اخترنا هذه الكيكة اللي هي نابوليون بسبب أن الكيكة اللي هي كيكة العسل الحبة الأخيرة خذوها عائلة خليجية بالعافية عليهم، والكيكة كانت هذه لذيذة جدا جدا. الهوت شوكلت مالهم عبارة عن هوت شوكلت، يعني هوت شوكلت ثقيل. جلست أطالع فوق وشفت فيه بنايات غريبة، قلت أطلع من المول على السريع
وأشوف البنايات بشكلها الجميل والرائع جدا. ورجعت على السريع عشان تظلم الدنيا في شارع الأضواء اللي عند القمول، وأصور لكم هذا المنظر الجميل. أنا جعت من راعي الكمان الصراحة، صيحني، قررت أني آكل شاورما. اللي يوصل لموسكو وما يروح السيرك مالهم خسران خسران خسران، لأنه من أحلى وأجمل الأماكن اللي صرت لها في موسكو. والصراحة السعر جدا رخيص، يبدأ ب1000 روبل ويوصل إلى 7000 روبل، يعني السعر مناسب جدا جدا جدا. أخليكم مع العروض، استمتعوا واستانسوا. قررت أني أخذكم في شارع عربات في جولة ليلية أو تمشية ليلية. طبعا في شهر 6 تقريبا الظلام يبدأ على الساعة 9 9:30، فهذه الجولة الليلية البسيطة الصغيرة استمتعوا في هذه الأجواء الجميلة. كان الجو بارد 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 هذا اليوم.
أعرف أنطق اسمه كتبت لكم إياه. يا جماعة شيء جميل رائع خطير، أنتوا شوفوا وتخبلوا مثل ما أنا تخبلت. الليتات، الأنوار، شيء عجيب. انجوي. خارج المول في نافورة راقصة جميلة جدا. غوركي بارك عبارة عن حديقة كبيرة جدا فيها نافورة كبيرة راقصة، وفيها شجيرات غريبة جميلة، فيها ورود كثيرة، ناس تتمشى، ناس جالسة، فالمكان جميل. هذا برنامج يندكس. أي شيء تشوفون اسمه يندكس، يندكس ماب، يندكس جو، يندكس ترانزليت، يندكس براوزر، نزلوهم كلهم لأنه وايد مهمين في هذا البلد. خليكم معاي بوديكم مكان روعة اسمه بوتونيكال جاردن، مكان جميل. ترى الصغار ب 150، الكبار ب 500. المكان عبارة عن محمية طبيعية فيها الكثير من الأزهار، الورود، الشجيرات اللي موجودة في روسيا، ويبين حتى شجيرات من خارج روسيا. المكان صعب انك تدخله، حتى يندكس ماب ما يبني 100% على المكان. المكان جاي على الشارع، لازم تسأل عشان توصل للمكان. هذا مكان جميل، وأنصح جميع الناس اللي راح يجون لموسكو أنهم يدخلونه، لأنه راح يشوفون أشياء وايد جميلة. استمتعوا بالفيديو.
وهني انتهت رحلتنا. أتمنى من الله القدير أنه يكتب لكم جنات عالية جميلة خضراء مثل هذه وأحلى. طبعا أكيد راح تكون أحلى الجنة، اللهم آمين. الله يحفظكم، ونشوفكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله. شكرا ومع السلامة. Last call for passenger. Please proceed urgently to gate.